أيوة أهو، المهمة تمت. حبيبتي كفاية لعب، اشربي شوية لبن. أنا مش عايزة لبن، شوية بس. لأ. طيب. إيه؟ الآيس كريم اتحول لميلك شيك. لذيذ قوي. أنا كمان عايزة. كنت عارفة. طعمه حلو؟ أها. أيوة، خدعتي نفعت. مقرف، ده مجرد لبن. 3 زائد 2 يساوي 2؟ لا يا حبيبتي، 3 زائد 3 يساوي. خلاص، أنا عايزة ألعب. طيب، يلا نلعب لعبة مدرسة من ورق الكرتون. واو، إيه ده؟ 2 زائد 3 يساوي 5. صح، برافو عليكي. هاي، هجوم هوائي. ياهو بابا. صباح الخير، وقت ان احنا نروح المدرسة. انا مش هلبس ده. طيب، ابتدي عرض الازياء. اهي الموديل. ايه رأي الحكام في البيجامة دي؟ لا، أبرز حاجة في المجموعة يونيفورم الكاراتيه. أيوة. لا حبيبي، كان بينا اتفاق، أنا نسيت. ويونيفورم المدرسة آخر حاجة في عرض الأزياء. عجب الحكام جدا، ده المفضل في أسبوع الأزياء. ده دور الأب إنه يساعد بنته تستعد للنوم النهاردة. يلا نغسل أسناننا. لأ، يبقى يلا نغسل هنا. طريقة الأب مش الأفضل، لكن الأم عارفة ابتكار. تخيلي إنك وردة وأنا كمان. تعالي ورايا. الورد بيحب المية. اغسلي. ده دوري دلوقتي. إيه؟ رسمة على الحيطة؟ بروس، لو اديتي طفلة رول ورق حيطة، الحيطة مش هتتأذي، والأب بسرعة هيغطي الفن. انتي هايلة جدا، برافو عليكي. مامي، خليني أساعدك في كنس الأرض. أوه لأ، كده بقت أسوأ. يا ترى أعمل إيه؟ حبيبتي، اكنسي المهملات كلها جوه المربع ده. شكراً يا مساعدتي الصغيرة. أوبس، بابا، أنا وقعت مية من كوباية التلوين. إحنا هنهتم بالموضوع ده. أهو، أنا فكرت في غطا واقي من بالونة. مش هتوقعي أي مية تاني، حتى لو وقعتي كوباية. شكراً يا بابا، استمتعي بالتلوين يا حبيبتي. فنانتي الصغيرة. إيه ده؟ بالونة؟ من هديتي؟ روز، أنت عملت إيه؟ أنا كنت هقدم لبنتنا كوباية تلوين ضد الوقوع. أوبس. أنا عايزة ألبس الشوز. حلو. حبيبتي، اتأخرنا على المدرسة. هي رجليكي مالها؟ مامي، في حاجة غلط. الاستيكر هيساعدنا. هنثبت النصين في نعلين الشوز. ودلوقتي الرجلين دول هيمشوا بسرعة على المدرسة. أي إيد للشوكة وأي إيد للسكينة. حبيبتي،
كويس إن أنا لسه معايا ستيكر احتياطي يا حبيبي. أوه، الكاندي اللي بحبها. أنا هاخد واحدة بس، وكمان واحدة، وتاني. هاي، مين أكل الكاندي كلها؟ أنا لازم أخبي الكاندي من بنتي، لكن فين؟ في الميكروويف. أنا ذكية قوي. هي ماما خبت الكاندي فين؟ في الأدراج؟ التلاجة؟ الدواليب؟ ها، في الميكروويف طبعاً. أنا كنت صح. إيه؟ الكاندي بتاعتي اختفت تاني. أوكي يا حبيبتي، أراهن إنك مش هتلاقي المخبأ ده. ما حدش هيدور على الكاندي في وسط الخضار الصحي ده كله. هي ماما مخبية الكاندي فين؟ ها، في الميكروويف طبعاً. لأ، غريبة. يا ترى ممكن تكون فين؟ دي مجرد خضروات صحية قوي ومملة. أوه، مش ممكن، أنا معيش كاندي خالص. وأنا كمان يا بابا. يا ترى ماما خبتها فين؟ أنا ما عنديش أي فكرة. ما عرفوش مكانها. الكاندي كانت موجودة قدامكم طول الوقت. لو سمحتي اديني قطعة. طيب، ما أقدرش أقول لأ. هاي بروس، شاركها مع بنتك. أنا بكره غسيل أسناني. يو، معجون الأسنان ده مقرف. ما غسلتش فرشتها تاني. أظن إن أنا لازم أطور معجون الأسنان ده. معجون الأسنان مغلف كأنه كوكا. بابا، ده تنكر هايل. واو، معجون أسنان جديد. هي دي كوك حقيقي؟ يو، لأ، بابا خدعني. طيب، ده وقت الانتقام يا بابا. مين عايز كريمة مخفوقة؟ أنا لازم أحلق. استنوا، هي دي حاجة حلوة؟ دي طعمها شبه الكريمة المخفوقة. شكراً يا حبيبتي، مش عايزة شوية؟ حبيبتي يلا نامي، تصبحي على خير. ماما! إيه؟ انتي نسيتي لعبتك؟ أنا خايفة من الوحوش اللي تحت سريري. خلينا نشوف. أنا عارفة انتي محتاجة إيه. حبيبتي، اتفضلي شوية طارد للوحوش. ده هيحميكي من كل أنواع الوحوش، حتى اللي عايشين تحت سريرك. هنرشه كده. خلاص، دلوقتي انتي في أمان. ياي ياي، شكراً يا مامي. دلوقتي ممكن أنام. يو، مش عارف أشتغل بالشكل ده. قلمك اتكسر؟ اتفضلي، خدي البراية بتاعتي. في بري كتير، لازم ننظف شوية. هناخد البالونة ونحط البراية فيها. هنبري القلم والبري هيتساب جوه البالونة. دلوقتي مش هيكون في فوضى كبيرة. ده ابتكار حياة هايل. حبيبتي، هي أوضتك مالها؟ شكلها زي مجمع المهملات. كم مرة هطلب منك تنظفيها؟ انتي ليه مش بتسمعي كلامي أبداً؟ طيب، نظفيها وأنا هديلك كاندي. لأ. طيب لو دفعتلك فلوس؟ لأ. دي حاجة غريبة، في الغالب الطريقة دي بتنجح. أنا محتاج طريقة تحفيز مختلفة.
حبيبتي نظفي أوضتك. أوكي يا مامي. كلام الأم دايما بيكون قانون. برافو عليكي يا حبيبتي، انتي تستاهلي كاندي. هو وشي راح فين؟ روز، غداكي اللذيذ الصحي. مستحيل، أنا بكره الفواكه والخضروات. طيب أنا هفكر في حاجة تانية. لو الفواكه والخضروات مش مؤثرين، العسل ممكن يساعد. نخلط الفواكه مع العسل وبعدين نجمدهم. تحبي تشربي شوية جيلي بالعسل يا حبيبتي؟ لا، يبقى أنا هشربه كله لوحدي. لسانك بقى أزرق خالص. أنا كمان عايزة منه. جربنا النكهات كلها. يا ترى أي نوع جيلي عسل هو الأحسن، الأخضر ولا الأحمر؟ ده مسلي قوي. ماما، ممكن تفكي لي شعر عرايس المتشبك؟ أوه مش ممكن، ده شكله شبه العش. حبيبتي مش قادرة أسرح شعري، ده متشبك. أوكي، أنا عارفة ابتكار حياة بينفع الكل. زيت جوز الهند. شوية زيت ممكن يروضوا شعرك وهيكون مفرود وناعم. دلوقتي ممكن تسرحه بكل سهولة. مدهش. عرايسي بعده. بصي يا ماما، أنا سرحت شعر بابا. عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي، اتمني أمنية. سباركلز عيد الميلاد. يايكس، النار خطيرة. هنحط السباركل في فنجان بلاستيك للسلامة، وهتكونوا عملتوا واقي لأمان إيديكم. السباركل خلاص ما بقاش خطير. أنا معايا واحدة تانية، سباركل للكبار. لا لا لا، عندنا جردل كبير لبابا. الكل في أمان. يلا نشوف أنا وقفت فين. أزرق أكتر. وأنا هلون الفستان هنا. أوه لأ، حبيبتي أنتي كنتي عايزة تزيني الفستان؟ مامتك هتتضايق. بصي يا بنتي، شكل الفستان من أكياس المهملات رائع. ممكن ترسمي عليه زي ما انتي عايزة. حبيبتي الخضار كويس ليكي. أنا مش هاكل ده. يبقى يلا نلعب لعبة الأكل. هنحط الخضار واللي هيكسب هياخد جايزة كانديز. واو، عجبتني اللعبة دي. ابتدي انتي الأول. أنا جالي 7. بروكلي، أكلتها كلها. في نجمة هنا. واو. لو أخدتي 3 نجوم هتاخدي قطعة كاندي. الخضار بيبتدي يختفي على طول. أهي 3 نجوم يا ماما. انتي تستاهلي جايزتك. شكراً مامي. هاي يا حبيبتي، بتعملي ايه؟ بابا أنا برسم عروسة لكن مش راضية تطلع حلوة. انتي محظوظة، أنا عارف خدعة وهعلمها لك. خدي بس صورة وغطيها ببلاستيك وضيفي ورقة من فوق وبعدين نوريها وممكن تحدديها. اتفضلي، طلعت رائعة. سويتي يلا نعمل واجب الماث بتاعك. أنا مش عايزة أعد. 5 زائد 5 يساوي كام؟ الأرقام مملة. أوكي حبيبي ساعدني. دي بوبت. يلا نعد مع بعض.
2 زائد 3 يساوي 5. طيب و5 زائد 5 10. البابت بتخلي مذاكرة الماث ممتعة جدا. الأب لسه بيستعمل البابت في الحسابات. الابتكار ده عظيم. بابا، في بنت في الكلاس بتاعي كانت عايزة تاخد اللعبة بتاعتي دي. ازاي تتجرأ؟ ده متوارث في العيلة، لازم تحميه. أنا هعلمك ازاي. هايل يا حبيبتي، انتي كمان أفضل مني. دلوقتي انتي مستعدة. دافعي عن ورث العيلة. أنا مش هديكي أي حاجة، واجهيني. ده مش ابتكار الحياة الصح. دي المرة الجاية ليه ما تشاركيش معاها؟ ممكن تديها واحدة تانية. اتفضلي، خدي التانية. تحبي نلعب مع بعض؟ ده ابتكار الحياة الصح. ماما، ايه اللي حصل؟ اوه، غطا الماركر اختفى. اهم كلهم. انتي هايلة في انك بتضيعي الحاجات دي يا حبيبتي، لكن ماما عندها ابتكار. هنلزق حبل في الماركر ونلزق الطرف التاني في الغطا. كده الغطا مش هيضيع تاني. وتستمري في الفن بتاعك. حبيبتي، انتي ماسكة القلم ازاي؟ كده مش صح. خليني اساعدك. امسكيه بالشكل ده. دلوقتي خلينا نثبته. هنحط أستك في صباعين ونضيف القلم في النص ونلفه علشان يمسك في الأستك. شكراً يا ماما. يبقى هو ده شكلها. سويتي، اتفضلي الغدا بتاعك. ساندويتش وتفاحة. أنا مش عايزاها. أنتي مش عايزة التفاح بتاعك؟ أنا هفكر في حاجة تانية. هقطع التفاحة زي البطاطس المحمرة. كده هتاكلها. وجبتي المفضلة. شكراً يا ماما. يو، تفاحة قديم ممل. أنا معايا بطاطس محمرة. اتفضلي. بابا، القلم بتاعي مش شغال. خلينا أصلحه. واو، ده فعلا بايظ. عندي فكرة، انفخي فيه أو هزيه. لأ، أنا لازم أستخدم وسائلي الخاصة. ثانية واحدة يا حبيبتي، أنا محتاجة أسخن القلم بمجفف الشعر. شكراً. دلوقتي القلم اشتغل تاني. أنا هايل. اتفضلي. دول بتوع مين؟ بابا، ايه اللي حصل؟ اوه، انتي اتلخبطتي تاني. يلا نشوف ايه ده. دلوقتي الدولاب بتاعك متغطي بالستيكرز. مش هتتلخبطي فيه تاني بالتأكيد. شكراً يا بابا. ايه؟ يونيكورن؟ البنت الصغيرة بتلعب. بس ده وقت الأكل. تعالي كلي يا حبيبتي. بس هي مش عايزة تاكل، عايزة تفضل تلعب. أوكي، بابا هيشيلك انتي واللعب للمطبخ. هنقص حروف بطانية أطفال مربعة. هنلف الأطراف 4 سنتي تقريبا ونخيطهم ونسيب مساحة للحبل.
نمرر الحبل فيهم. هنضيقه علشان يكون شنطة. هنضم البطانية، اللعب والطفلة في شنطة واحدة. يلا بينا. توصيل مباشر للمطبخ. البنات دايما بتقلد مامتها. لو ماما بتعمل ضوافرها يبقى هعمل البني ضوافره كمان. جميل قوي. ماما أنا كمان عايزة ضوافر ملونة، ممكن تلوني لي ضوافري زيك؟ طبعا يا حبيبتي، عندي مانيكير آمن لضوافرك الصغيرين. نخلط اللزق مع جليتر وبودرة لولي فضي. نملى سرنجة وننقل اللزق في إزازة مانيكير فاضية. هنزين الغطا بلزق ملون. المانيكير الآمن ده مناسب لضوافر البنات الصغيرين. دلوقتي صوابعها هتكون بتلمع. أنا بقيت زي الكبار. بنتي بتحب الرسم، هي معبرة جدا. الورق خلص من عندنا. دلوقتي هي لونت إيديها وهدومها بالألوان وهي سعيدة جدا. دلوقتي هضطر أعمل غسيل تاني، لكن ممكن أستخدم ابتكار جديد للحماية. هعمل مريلة وحماية للدراع. هنقص كيس مهملات برباط متناسب مع طول دراع الطفلة من الكوع للريست، ونقطع الكيس بالطول. هنطبق الأطراف المقطوعة ونستخدم شريط مزدوج ونسيب مكان للأستك. هنطبق القطع الاتنين. هنحطها على ورق زبدة ونقفل الأطراف بمكوى على حرارة منخفضة. دلوقتي بقى عندكم كم. ضيفوا أستك بدبوس بيتقفل. شدوا أطراف الكم كويس حوالين دراع الطفلة. اربطوا الأستك واعملوا 2 من حماية الدراع زي ده. هنقطع الجزء اللي تحت من كيس المهملات بمقص. دلوقتي مريالة الرسم وحماية الدراع بقوا جاهزين. البسوا المريالة والأكمام. دلوقتي ممكن ترسموا زي ما انتوا عايزين واللبس بتاعكوا هيكون في أمان. ابدأي شغل يا بيكاسو الصغيرة. مامتك وباباكي دايما هيشجعوكي. بابا عايز يغير، بس بنته عايزة تعمل عرض أزياء. هاي، فين التانك توب بتاعي؟ هنقلب التانك توب ونخيط فتحة الدراع. هنضيف يونكة. هنربط حبل سميك حوالين الوسط. مفاجأة يا دادي. البنت جت وهي لابسة فستان ورثته من باباها. ازاي تفضل متضايق منها؟ أولادنا يستاهلوا كل حاجة بيتمنوها. بيكون مسلي لما بنروح نتمشى بعربية الأطفال، بس تنظيف الأرض بعدها بيكون مش مسلي خالص. أوه لأ، أنا عملت مستنقع في الشقة، بس أنا عندي فكرة. هنستخدم الشاور كاب. أنا هاخد 3 وأهو الرابع. شكراً يا حبيبي. هنغطي العجل بالشاور كاب، والأرض بتاعتكم هتكون حلوة ونظيفة. الطبخ مع بعض دايماً بيكون ممتع. انتي جاهزة يا شيف يا صغيرة؟ يلا نبتدي خبز الكب كيك. الطبخ مع بعض مش بيكون صعب خالص. ادي طفلتك مهمة بسيطة، على سبيل المثال خلط المكونات. دلوقتي هنستنى خبز الكب كيك في الفرن. احنا مستنيينهم. الريحة حلوة قوي. الكب كيك بقى جاهز. دلوقتي جه وقت الجزء الأكتر متعة. حبيبتي ممكن تزينيها بكريم شانتيه. ده ممتع قوي وسهل. مش قادرة استنى عشان اكل الكب كيك اللذيذة. استني ثانية، يلا نزود زينة جميلة. الوظيفة دي ليكي يا صغيرة.
وفي الآخر هنضيف مارشميلو بينك. ياي، كب كيك العيلة بتاعنا خلص. ماما بتشتغل من البيت، بس ابنها فاكر إنها فرصة حلوة للعب معاها. ليه نشتغل لما ممكن نستمتع بالضغط على الكيبورد؟ الولد مش عايز يلعب في أوضته بألعابه. مامي، يلا نلعب صبح وليل. ابني، كيف تعزيف ومفتاح الكهرباء ومامتك؟ عندي فكرة أحسن، لوحة مليانة حاجات مشوقة. هنقطع بكرة المناديل بالطول. هنقطع قطعة واحدة نصين. هنلونها بألوان أكريليك. هنعمل سنيكر من قطعتين من ورق فوم. نوصل القطعتين على لوح فايبر، وكمان هنلزق السنيكرز عليها عداد، سوستة، ومفتاح الكهرباء. نلزق جنب واحد من الفالكرو الوردة من الصوف، والجنب التاني للوحة. هنلزق الوردة على اللوحة. هنكتب عليها رقم. هنلزق شوية ورد في كل مكان على اللوحة. ابني، اهي اللوحة اللي مليانة حاجات مشوقة بتاعتك. ممكن تلعب في مفتاح الكهرباء براحتك أو تقفل وتفتح في السوستة. ده كله ليك. شكراً يا ماما، انتي أحسن من أي وردة. أخيراً سلام وهدوء. الأم وطفلها مشغولين في عمل الحاجات المهمة. لما بيكون في طفل صغير في البيت، ممكن أي حاجة تقع في كوباية المية. كرة بينج بونج فعلاً؟ إيه اللي جابها هنا؟ بالرغم أنا جاتلي أفكار لألعاب ممتعة. الفكرة الأولى، هنضيف كوبايات قدامكم وأنا هرمي الكورة، ولازم الطفلة تغطي كل الكور بالكوبايات وما تفوتش ولا واحدة. هايل، لعبتي حلوة قوي. واحدة تانية، هنمسك الكورة بالكوباية. ده أصعب شوية. لازم الطفلة ترمي الكورة في الكوباية، ولازم الأم تمسكها. ياي! الأم عندها طريقتها الخاصة في التأمل. هنشغل موسيقى هادية ونلون الكوكيز بالسائل. بس الأطفال بيشوفوها حاجة مملة. ليه تقعد في مكان واحد لفترة طويلة لما ممكن تاكل كل الكوكيز؟ ماما، أنا هاخد واحدة تانية. استني. يلا نزين كوكيز مع بعض. هنطبع رسمة بسيطة ونضيف ورق زبدة من فوق، وندي الطفلة طبق من الشوكولاتة السايلة في أكياس زيبلوك بزاوية مقطوعة. بدأت حصة فن الطبخ عندنا. ماما، بصي على النحلة الجميلة دي. الكل مستمتع بوقته، الأم وبنتها. البنت بتشتغل بجهد عشان تحدد الصورة بالشوكولاتة. الكل نفسه يكون سوبر هيرو، وفي 2 سوبر هيروز عندنا في البيت. سبايدر مان بيتنقل بسرعة من أوضة للتانية، مش ممكن تعرف تمسكه. ودي سوبر جيرل، هي بتتأكد من نظافة البيت تماماً. شريط اللزق ممكن يحل محل شبكات سبايدر مان بسهولة. وأهي سوبر جيرل. بابا بيحب لعبة السهام. هايل، أنا بطل. والابن عايز يكون زي بابا بالظبط. بابا، علمني رمي السهام. السهام الحادة خطيرة للي في سنك، بس عارف لعبة أمان أكتر. هنرسم هدف على التلاجة ونرمي مغناطيس عليه. أوه أيوة، ضربتها. بص على السهام المغناطيس الأمان دي. هايل يا ابني، المغناطيس جه في الهدف بالظبط. أنت بطلي. يا لعب، يلا بسرعة خدوا أماكنكم في الصف الأول واقفلوا الموبايلات بتاعتكم علشان مسرحيتنا هتبدأ. المسرح جاهز. هنقطع قطعة من ورق كرتون كبيرة ونرسم مستطيل في النص ونقطعها بكتر. هنلف الورق الكرتون بورق زينة. هنقطع قطعتين مستطيل من القماش ونخيط من فوق ونجمع القماش.
هنثبت الستارة على المسرح ونربط شرايط حواليها. شكراً لاهتمامكم كلكم، المسرحية خلصت. هنكون سعداء بوجودكم مرة تانية بكرة في مسرحنا المنزلي.